السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. تعالوا بقى نصلي على النبي ونشوف الغدا ايه النهارده. احنا عاملين حاجات جميلة جدا، ومين ما بيحبش المحاشي والكوارع والحاجات اللي هي ايه فيها البهاريس كلها دي. تعالوا بقى نصلي على النبي كده ونخش نشوف المطبخ. بصوا بقى احنا عاملين ايه. احنا جبنا الكوارع بتاعتنا اللي هي ايه التحفه اللي ملهاش حل دي. حطينا هنا شويه معرفش البتاع ده اسمه ايه، كل مره بنسى اسمه يا جماعه والله العظيم. بحطه في الكوارع بيخلي ريحتها تحفه. كان عندي حبه الخلطه دول فايضين من محشي قبل كده وزودت عليهم خلاص. وكان عندي كمان صلصه جاهزه اهي حطيت على طول. يعني انا ما عملتش اي مجهود في اليوم ده غير سلقت ورق العنب وايه وحضرت البتنجان والكوسه والفلفل اهو قورته بس كده. وادي ورق العنب اهو عملته، كان نفسنا فيه كان بقالنا فتره كبيره ما اكلناهوش. وعمال يقولوا لي اعملوا ورق عنب. انت عارفه انا بحب البتنجان جدا والكوسه والفلفل، بعملهم جنب كل الاكل. خلاص انا هنا طبعا كانت عندي الخلطه جاهزه وحطيت ايه الكوارع. عايزه اعمل لهم بقى ايه ورق عنب بالكوارع. حطيتها كده الاول، بصوا اهي دخلت في السوا. وكان عندي الماسوره ديت بتاعه اللحمه دي بقى لها فتره، حطيتها عشان الشوربه ايه تبقى دسمه كده. وهنا كان عندنا فرخه بلدي بقى كنا هنحشيها، بس لقيتها ايه كبيره يعني، كانت بتبيض اختي بعتها لي، فقلت ايه مش هتنفع للمحشي، يعني مش هتنفع تتحشي، هتاخد سوا كتير على البوتاجاز. فتبلتها كده التتبيله التحفه، ملح وفلفل وايه وشويه بهارات وايه. وحطيتها بقى ايه دعكتها كده من جوه بالبابريكا والبتاع كده وظبطتها. بابريكا جت كتير مش مشكله، ايدي ايه سهل. وحشيتها بالبصل. جيت عم بصوا ناشفه جدا، عايزه اكتفها مش عارفه اكتفها. وحطيتها ايه كمان تتسلق هي كمان. وايه قلت ابدا بقى بالبتنجان والكوسه والفلفل على ما الكوارع ايه تستوي شويه، وبعدين نحشي ورق العنب. بصوا بقى المحاشي دي محدش بيزهق منها. تقولوا لي بقى الجو حر مش قادرين ناكل محشي، لا ما تقولوا ليش الكلام ده، محدش بيحبش المحشي. وده احسن اكل واسرع اكل على فكره، وزيه زي اي خضار واسهل. بالعكس بل ده بيتاكل كمان، حتى لو فضل تاني يوم منه حاجه تسخنيها وتاكلي منها عادي. خلاص هنا ايه هنخش بقى نشوف بعد ما نخلص محشي الكوسه والبتنجان والفلفل. عايزه بس الكوارع تستوي عشان انا باخد منها احط في ورق العنب. وهنا الفرخه حطيتها كمان اهي دخلت اهي في استوى. بصوا شربتها عامله ازاي، فرخه رهيبه قربت اهي خلاص استوت. بصوا انا حشيه تحت الجلد بقى بصل ده يخليها كده مسكره وعسل ومتبله ايه تتبيله على كيفكم يعني، عشان خاطر ايه اعمل بيها بقيه الحاجه. وهنا الكوارع استوت، خليها شويه كمان على ما نخش بقى ايه نحشي شويه ورق عنب كده اهو. قطعنا الجزر والقوطه تحت. هنحشي بقى هنا خلصنا اهو البتنجان والكوسه والفلفل ودخلنا في ورق العنب. طبعا انا كنت رجليا ولعت قلت اقعد بقى احشي وانا قاعده، فجبت اهو الكوارع حطيتها وكمل بقى محشي. دي كانت لقيتها كبيره قلت اقطعها شويه وايه وهكمل. ورق العنب كان تحفه، الورقه بورقتها. وانا نعمل شويه ايه بقى، نعمل شويه لسان عصفور كده جنب الاكل يفخموا الدنيا. ده احلى حاجه جنب المحشي، يا اما ملوخيه يا اما شوربه لسان عصفور، يا اما طبعا الجلاش اللي بالجبن اللي احنا كنا بنعمله جنب كل الاكل دوت. من ساعه ما اتحرقت مني ما عملتهاش. وده كان شكل الاكل. بالف هنا وشفا على قلبكم. لازم تجربوا الطريقه دي وتقولوا لي رايكم ايه. السلام عليكم.